قال ربنا وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. الكل سيقف بين يدي الله وسيسأل بين يدي الله وسيجيب عما اقترفته يداه. فإن رأيت الباطل وألفه قلبك أصبحت مشاركا، فإن اشتركت في الباطل أصبحت ذا اسم عظيم. فأقل القليل إن لم ترفض الباطل بلسانك فلترفضه بقلبك، إن لم تكن من قوال الحق فلا تكن من المطبلين لآل الباطل من الخلق. أقل القليل أن ترفض بقلبك، لا أن تشارك بمالك أو بجهدك أو بلسانك. تبرأ من كل ظلم، تبرأ من كل قتل، تبرأ من استباحة الأموال. فإن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ونبينا أخبر أنه إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها، ومن شهدها فرفضها كمن غاب عنها. وأصل الحديث عند أبي داود: من رفضها بقلبه كمن غاب عنها. لكن مصيبة ألا تكون مشاركا في اسم باللسان أو اليد ثم يكون رضا قلبك سببا للمشاركة وعظيم الجرم والإثم بين يدي الله عز وجل. مصيبة أن تضيع آخرتك من أجل دنيا غيرك. رسول الله قال: فإن دماء كل المسلمين حرام. على من؟ على كل المسلمين، لا تستباح إلا بواحدة من ثلاثة ذكرناها. دماء الجنود حرام، دماء الذين قتلوا في سيناء إن كانوا قتلوا في سيناء حرام، ودماء الذين يقتلون في الشوارع حرام، ودماء الذين يقتلون رافضين للظلم حرام، ودماء الذين قتلوا في الميادين حرام، ودماء الذين يقتلون في السجون حرام. لا تكن بعين واحدة. وأخبر عن الحرام بكل طوائفه وبكل أنواعه. نبرأ إلى الله ممن قتل أبناءنا وجنودنا في أي مكان بغير وجه حق، كما نبرأ إلى الله ممن قتل إخواننا في الشوارع وفي الميادين وفي الزنازين. نبرأ إلى الله من هذا وذاك. أما أن تكون شيخا فتخرج وتبرأ إلى الله ممن قتل الجنود وتسكت، لا. أن ترى الدماء مراقة من كل الفصائل الإسلامية مغيبها وغير مغيبها وتسكت، أو تتكلم في فصيل دون فصيل، أو لا تتكلم في الدماء أصلا. فإن السلف قالوا: من رحل إلى بلد تراق فيه الدماء، دماء الموحدين، وتكلم في الصوم والصلاة فهو خائن لله. اعقلوا هذا. إلى الساكتين، إلى الخائفين. من رأى دماء المسلمين مراقة وسكت، أو تكلم في الصلاة والزكاة وترك دماء خلق الله مستباحة من الجهلة من خلق الله أو من الظلمة من خلق الله، وتكلم في غير هذا، في فقه الأولويات وفقه الواقع وفقه اللحظة، فهو خائن. إن دخلت عليك وحدثتك في الصيام والصلاة والزكاة وتركت الحديث في الأمر الذي يعم أهل الأرض فأنا خائن، أدلس عليك، أوجهك لغير التوجيه الصحيح. إلى الساكتين، إلى الخائفين، إلى المدلسين، إلى بائعي الدين، إلى المترخصين: اسمعوا، ولقد جئتمونا فرادا. لن تلقى الله بحرسك ولا بوزارتك ولا بمحافظتك ولا بمشيختك ولا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة.